ما تيجوا نعمل فراخ مشويه بالزبده والتوابل مع صينيه الخضار والطعم عظمه، وانتوا هتجربوا. بس ما تنسوش اللايك والشير والكومنت، ولو ما اشتركتوش احب افكركم. بعد بسم الله هنبدا نجهز محلول النقع، وفي اي حاجه عندكم هننزل بشويه ميه مناسبه لحجم الفرخه اللي هنجهزها، وعليها بنص كوبايه ملح ونص كوبايه من الخل على نص كوبايه من عصير الليمون، معاهم نص كوبايه دقيق. الفرخه اللي هشتغل بيها وزنها محمل شويه في حدود ال4 كيلو. بجهز المحلول اللي يناسبها. هننزل بالفرخه ونغسلها ونروق عليها مظبوط من جوه ومن بره، ونسيبها في النقع لمده ساعتين لو مش مستعجلين. الخطوه دي مهمه عشان نرفع بيها اي زفره في الفراخ. ونجهز الزبده والتوابل. انا مستخدم 125 جرام زبده، يعني تقريبا 5 معالق كبار، وعليهم بعودين من الروزماري او اكليل الجبل يكونوا فريش، ولو مفيش فريش نستخدم الجاف عادي. عليهم بمعلقه كبيره زعتر، ومعلقه صغيره من الريحان المجفف، على معلقه صغيره فلفل اسود، ومعلقه صغيره توم باودر، معاهم معلقه كبيره بصل باودر، ومعلقه كبيره بابريكا. ونظبط الملح حسب الرغبه، انا ضايف معلقه كبيره، ونديهم تقليبه تمام. واحب افكركم لو هنشتغل بفرخه حجمها 2 كيلو يبقى هنستخدم نص المقادير دي. ونرجع لوصفتنا ونبدا نفتحها ونفصل الجلد عن اللحم بالمعلقه بالشكل ده. ودي اسهل طريقه نقدر نحافظ بيها على الفرخه والجلد ما يتقطعش مننا، ويبقى الشكل العام مش ظريف. ولو مش هنعرف خلوا بتاع الفراخ يجهزها لكم. بعد ما فصلنا الجلد عن اللحمه نبدا نحشيها بخلطه الزبده والتوابل اللي جهزناها، ونوزعها تمام، ونخلي الزبده متوزعه بشكل متساوي. وما ننساش نلفها بالزبده من جوه، وبقيه الزبده اللي معانا هنلف بيها الفرخه من بره، ونركنها على جنب ونروح نجهز خضارنا. معانا كيلو من البطاطس مقطعينها بالشكل اللي تحبوه، بس خلوا التقطيعه محمله شويه. انا مقطعها ويدجز، عليها ب3 حبات فلفل الوان، و3 جزرات كبار، نقول ربع كيلو تقريبا، على 3 بصلات كبار. وانتم تقدروا تضيفوا الخضار اللي تحبوه. ونبدا نجهز توابل الخضار. معانا معلقه صغيره زعتر، على معلقه صغيره ريحان مجفف، ومعلقه صغيره فلفل اسود، على معلقه صغيره بابريكا. ونظبط الملح، ومعاهم معلقه صغيره من الكزبره، ونص معلقه صغيره كمون، واخيرا عودين من الروزماري. وننزل بالتوابل وعليهم بربع كوبايه زيت، ولو متوفر زيت زيتون هيكون افضل. وبالخضار وعلى الصينيه. وما ننساش نشيل شويه خضار نحشي بيهم الفرخه من جوه. ونوزع كام حبايه طماطم صغيره او عادي طماطم كبيره ونقطعها. على 6 فصوص توم سلام يكونوا كبار. و3 قرون فلفل حار لزوم السبايسي. وننزل بالوحش اللي جهزناه. وما ننساش نحشيه بشويه الخضار اللي شايلينهم. ونسلفر عظمة الدبوس لأنها أول شيء بيتلسع، خصوصا لو الحجم كبير وهياخد وقت معانا في التسوية. وعليها بورقة الزبدة ونسلفر الصينية كويس. طب الحجم بيفرق معانا في التسوية؟ أكيد. وعلشان أسهل عليكم الأمور، فالكل كيلو فراخ مدة تسوية ما تقلش عن 40 دقيقة على درجة حرارة 180. سلفرنا الصينية وبيها على الفرن بعد ما سخناه تمام لمدة 10 دقايق. ولو الفرن بتاعنا ما فيهوش تايمر حرارة يبقى هنخلي النار متوسطة تحت وفوق. بعد 3/4 المدة هنرفع السيلفر ونسيبها تكمل علشان تاخد وش وتزنهر معانا وناخد الشكل الجميل ده. وبس كده. ولو لسه مكملين معايا يبقى شكرا كتير ليكم. وما تنسوش اللايك والشير والكومنت. ولو ما اشتركتوش احب دايما افكركم. سلام.